السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. بس قبل ما نبدأ فيديو النهاردة عايزاكم تشوفوا الجمال اللي قدامكم ده، عايزاكم تشوفوا الفطاير دي. بسم الله ما شاء الله، عملناها في البيت بكيلو من الدقيق، عملنا كمية محترمة وعايزة اقول لكم طعمها جميل. دي فطاير باللحمة المفرومة، وكمان حطينا معاها الجبنة الموتزاريلا عشان تديلها المطة للأولاد بيحبوها. هتعمليها في البيت وهتجهزيها لأولادك، والله ما يحسوا ان انت عاملاها في البيت. تقدميها لهم كده في اطباق بقى من بتاعت بره كده كأنها من مطعم، ولا هيحسوا ان انت عملتها في البيت. تعالوا بقى نقول احنا عملنا ايه النهارده والكميه اللي استخدمناها. انا هنا جبت كيلو واحد من الدقيق، وصدقوني والله كيلو واحد من الدقيق عمل لي كميه محترمه. حطيت في الدقيق ده معلقه من السكر وشويه ملح. حطيت لو عندك لبن بودر، وكمان حطيت الخميره بتاعتي، وقلبتهم في الدقيق بتاعي. وبعد كده بدأت ان انا انزل بميه تكون فاتره خالص، وابدا ان انا اعجن بالشكل اللي انتوا شايفينه. هبدا الاول ادوب الدقيق في الميه واحده واحده كده واعجن. واهم حاجه في اي عجينه هي العجن بتاعها يا بنات. ما دام احنا بنعجن بالايد فلازم نستمر في العجين حوالي 10 دقايق لغايه ما نحس ان العجينه بتاعتنا بقى ملمسها ناعم عندنا واتجانست مع بعضها. وكمان تكون العجينه، وعجينه النهارده بالذات مش عايزاها عجينه تكون قاسيه، لا عايزاها عجينه تكون الى حد ما طريه، يعني مش طريه قوي ولا قاسيه قوي. بعد كده هحط لها ربع كوبايه من الزيت زي ما انتوا شفتوا وانا بحط الزيت، واعجنها بقى كويس جدا. وبعد كده احطها في طبق زي ما انتوا شفتوا اطول عندي، واغطيها بالفوطه عندي لغايه ما تخلص. طبعا انا وريتكم دلوقتي شكلها كانت حمراء ازاي ومفتحه وطالعه معايا ناجحه 100%. هدهن صينيه زي ما انتوا شايفين كده بالزيت، دهن الزيت، وهبدا ان انا اقطعها قطع صغيره على حسب الفطير او حجم الفطيره بتاعتي اللي انا عايزاها اعملها. فانا هعمل الحجم ده. انت عايزه تصغري عن كده ماشي، عايزه تكبري عن كده مفيش اي مشكله. هقطع الكميه اللي عندي كلها كده الاول الكرات، وبعد ما اقطعها الكرات كده وسط زي ما انتوا شايفينها هغطيها برضه بالفوطه وهسيبها تاني ترتاح. وخطوه ان انا اسيبها تاني ترتاح عشان وانا بفردها دي من الحاجات المهمه جدا. وانا بفردها هلاقيها عجينه مرتاحه معايا، فهتتفرد معايا بسهوله جدا يا بنات. مش هتتعبك بقى ولا هتلاقي العجينه بتلم معاكي كده. هعمل الكميه اللي عندي كلها. انا عايزه اقول لكم شوفوا ما شاء الله كام واحده طالعه من الكيلو. يعني دي تقريبا كانت عملت لي حوالي 19 ل 20 واحده تقريبا، يعني من كيلو الدقيق. هنا انا فردت الكميه كلها زي ما انتوا شايفين قدامي هي على دقيق. وبعد كده جبت الحشوه بتاعتي. عايزه اقول لكم الحشوه دي عباره عن عصاج لحمه، مش معصجاه غير بحاجات بسيطه جدا، وما تزوديش عن الحاجات اللي انا معصجه بيها. يعني معصجه عصاج اللحمه ده بالفلفل والبصل واللحمه والبهارات بتاعتك، مفيش اكتر من كده. وبعد ما تعصج على النار كويس جدا بعد كده هنزله واسيبه يبرد، وبعد كده احط عليه الجبنه الموتزاريلا زي ما انت شايفه كده. هبدا اجيب كل واحده كده واقوم حاطه فيها الحشوه وابدا الم من الاطراف زي ما انتوا شفتوني وانا بعمل كده بالظبط. طبعا انا بعمل معاكم هنا كام واحده عشان تعرفوا الطريقه. هحط فيها الحشوه بتاعتي زي ما انتوا شايفين والم على الاطراف، وبعد كده ابططها كتير. لا ده انا هبطها كده يعني خبطتين بس كده عليها. انا مش عايزاها رقيقه، انا عايزاها تكون برضو مش رقيقه قوي ولا تخينه قوي. وفي صينيه هكون رشه في الصينيه ديت رشه من الدقيق، وهبدا اللي انا اعمله واحشيه. هبدا ان انا ارصه في الصينيه كده. وده ليه؟ طب انا ما بسويش على طول ليه؟ لا انا مش هسويها على طول، انا هعملها كده واحط صينيه مرشوشه من تحت دقيق، وبعد كده برضو هغطيها بفوطه وهسيبها ترتاح.
امشوا على الخطوات مظبوط يا بنات عشان تاخدوا على النتيجة اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو. اولا احنا عجننا العجينة وسبناها خمرت، بعد كده قطعناها قطع صغيرة او كور صغيرة وسبناها ارتاحت، بعد كده حشيناها وهنسيبها ترتاح تاني. فلازم تمشوا على الخطوات دي مظبوط. فانا هعمل الكمية كلها واحطها عندك بقى في صاج في صينية. بعد ما اخلص الكمية كلها اللي عندي هبدأ ان انا اغطيها بفوطة واسيبها جنبي ترتاح. وما اننا في الحر اصلا فالموضوع مش هياخد كتير، يعني انت لو عملتيها جنبك كده في المطبخ في حرارة المطبخ الجو اللي احنا فيه ده حوالي 5 دقايق هتلاقيها اصلا ارتاحت وبقت 100 وهتشتغل على طول. بعد ما اخلص الكميه واسيبها ترتاح هروح بقى اجيب طاسه. وعايزه اقول لكم احنا ممكن نعملها في الفرن، هنحطها في صينيه ندهنها دهنه من تحت زيت ومن فوق برضو هندهنها دهنه زيت ونحطها في الفرن ونشغل الشوايه ومن تحت. هي مش بتاخد وقت خالص على في الفرن. ولكن لو احنا الفرن عندنا بقى في مشكله او مش حابين الفرن او عايزين حاجه سريعه فهنعمل بالطريقه اللي انا هعملها النهارده دي. انا عملتها على البوتاجاز من فوق عشان في ناس كتير بيبقى عندهم في مشاكل في الفرن او في التسويه. فتعالي بقى النهارده هعملها لك بطريقه مميزه وسهله جدا. انا جبت طاسه بس يا ريت يفضل ان تكون طاسه ما بتلزقش، تيفال بقى جرانيت ايا كان اللي عندك. فانا عندي الطاسه دي هستعملها. اول حاجه هحط ايه؟ هحط نقطة من الزيت وافردها في الطاسة زي ما شفتوا، وبعد كده هنزل بالفطاير بتاعتي. فالطاسة بتاعتي اخدت 3 فطاير بس، فانا هسوي فيها 3 ب3. هحط الفطاير بتاعتي على نار متوسطة وهغطي عليها لان انا عندي الحشوة مستوية بس العجينة لازم تستوي معايا. بعد كده لما تاخد لون من تحت هقلبها. وطبعا انتوا شايفين هنا قلبت كام مره، وده ليه؟ عشان انا عايزه اتاكد ان العجينه بتاعتي استوت تماما. فانا طبعا هقلبها كده اسيبها شويه واقلبها تاني لغايه ما احس بقى ان الفطاير بتاعتي دي استوت. هبدا ان انا اشيل واحط بقى تاني لغايه ما اسوي الكميه بتاعتي كلها اللي عندي. وزي ما قلت لك الحاجه انت تقدري ان انت تتحكمي فيه سواء اصغر او اكبر، دي حاجه بايدك انت. بعد كده هتقدميها بقى لاولادك. صدقيني والله ما تفرق عن الفطاير اللي بتيجي من بره، واطعم والذ وانضف وبجد تحفه يا بنات. عايزه تزودي الموتزاريلا فيها شويه عشان تحصلي على المقطع مفيش اي مشكله. انا عايزه اوريكم الحشو فيها كويس. الموتزاريلا عايزه اقول لكم العيال عندي اتجننوا عليها. اتمنى ان فيديو النهارده يكون نال اعجابكم.